ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكرواسون الصيامي. هيبقى مورق معانا وهش بالشكل ده وشكله جميل وهيعجبكم ان شاء الله. شوفوا شكله حلو جدا ازاي. وانا هفتحه هوريكم الاول هو قد ايه اسفنجي وهش جدا ومورق، وهفتحه اوريهولكم كمان من جوه قد ايه الشوكولاته سايحه فيه وشكله حلو جدا ومورق جدا. بس يا ريت يا حبايبي قبل ما ابدا في الفيديو اللي لسه مشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزله كل فيديوهاتي الجديده. واذا عجبكم الفيديو لايك للفيديو وشير للفيديو. ويلا بينا نبدا بالطريقه. معايا كوبايه ميه دافيه، هحط عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه او الخميره البيره، وهحط معلقتين كبار من السكر وهدوبهم مع بعض. وبعدين معايا 4 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم رشة من الملح وابتدي احط المية بالخميرة، وهحط معلقة خل صغيرة و3 معالق زيت، 3 معالق كبار زيت. وجبت كمان كوباية مية دافية هنحطها جنبينا كده، وحطيت فيها معلقتين سكر ودوبتهم في المية. مرضتش احطهم على الدقيق عشان يبقوا دايبين كويس جدا، عشان العجينة عايزينها تبقى ناعمة معانا وما فيهاش اي حاجة خالص. فحطيت معلقتين السكر التاني في كوباية المية وقلبتهم فيهم، وهبتدي اعجن واحط شوية بشوية المية. هفضل احط شوية بشوية وانا بعجن، وممكن اخد الكوباية كلها وممكن لا، فبننزل بالمية تدريجيا. طبعا العجينة بتبقى معانا مش ناشفة طرية بالشكل ده كده وبتلزق في ايدينا، فابتدي عشان المها كويس جدا وتبقى ناعمة بديها رشة من الدقيق وابتدي اعجن فيها حوالي 5-6 دقايق لحد ما العجين يخلع بين ايدي بالشكل ده كده، والعجينة تبقى ناعمة جدا وملمومة ومرنة بالشكل ده، والعجينة بتبقى طرية مش ناشفة. انا ما خدتش المية كلها، سبت حوالي ربع كوباية وبغطيها وبسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها. اول ما اختمرت معانا بالشكل ده كده، معايا معلقة كبيرة من الدقيق عليها معلقة كبيرة من النشا وقلبتهم مع بعض، وهبتدي اقطع عليها العجينة. بحط في الطبق شوية من الدقيق واقطع العجينة بتاعت الكور بالشكل ده. كور يعني احاول ان انا الكور تبقى مظبوطة في ايدي كلها قد بعضها. وبعدين ببتدي ارش بقى وافرد. انا حطيت الدقيق بالنشا ده عشان يساعد معايا في الفرد، يعني ما تلزقش مني العجين. كل مرة هفرد واحدة واركنها على جنب بالشكل ده واديها رشة من الدقيق بالنشا. فردتهم كلهم بالشكل ده كده. هبتدي اجيب واحدة ومعايا سمنة نباتي، حطيت عليها معلقة من المية وضربتهم مع بعض بالشكل ده كده، وابتدي ادهن طبقة طبقة. دي سمنة نباتي، لو انت حابة تعملي بزيت مفيش مشكلة اعملي بزيت بس يكون نوعية كويسة.
وبدهن بين كل طبقة وطبقة وبحط ايه التانية. دي عملت اول واحدة، انا قسمتهم على فطيرتين كبار كده عشان ايه هعملهم على بعض، والتانيين هعملهم واحدة كمان. برجع اجيب الاولانية واحط التانية لانها ارتاحت معايا وابتدي افردها. هحط ارش الدقيق من فوق ومن تحت كده عشان تتفرد معايا كويس وما تلزقش معايا، وبفضل اقلب فيها عشان اتاكد ان فوق اتقلب كويس، ان اسفه ان فوق اتفرد كويس وتحت كمان اتفرد كويس، عشان كده بقلبهم واشوف واتاكد كويس جدا. وبعد ما بفردها بالشكل ده كده بقطعها الاربع تربع، وبعدين بقطعها مثلثات بالشكل ده، وبدي فتحه صغيره عشان تساعدني في اللفه والحشوه ان ما تطلعش مني. دي شوكولاته خام صيامي، لو حابه تحطيها مفيش مشكله، مش حابه تحطي شوكولاته خالص ممكن تحشيها مربى او اي حشوه انت حباها تانية، او ممكن كمان تسيبيها فاضيه. يعني انا عملت كام واحده فاضيين من جوه برضو بيبقى طعمها حلو جدا. باكد كويس جدا ان هي الحشوه انا مقفله عليها كويس عشان ما تسحش مني وتطلع بره. بعد ما خلصتهم كلهم بالشكل ده كده وسبتهم يختمروا لحد ما يتضاعف حجمهم مره كمان، يعني انا بسيبهم في الصينيه يختمروا مره كمان، ودهنه الصينيه طبعا بسمنه او زيت، بسمنه نباتي او زيت، دهنه الصينيه كويس جدا، وحطيت فيها الكروسون بتاعنا وسبته يختمر لحد ما يتضاعف حجمه. وبعد ما اختمر ويتضاعف حجمه بالشكل ده بجيب معلقتين عسل كبار عليهم معلقه ميه وادوبهم مع بعض وادهن بيها بالشكل ده، بيدي لون حلو جدا في التسويه. وبسويها في الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، بياخد حوالي من 20 يعني من ربع ساعه ل20 دقيقه بالكتير. وبعدين بولع الشوايه اول ما احس ان هو استوى من تحت، وبعدين اول ما بطلعهم بغطيهم زي ما شفتوا كده بالفوطه، وبعدين بلمعهم بمعلقه عسل ابيض كبيره، ببتدي اديه تلميع. لو مش حابه تلمعي فمفيش مشكله، هو حلو جدا برضو من غير ما تلمعي. يعني انا عملت الصينيه دي لمعتها والتانية لا، فقلت ايه انا بوريكم بس ايه الشكل. شوفوا شكله حلو جدا ازاي، وطري وهش جدا. اهم حاجه ان احنا بعد ما بنطلعه من التسويه بنغطيه شويه. شوفوا طري جدا ازاي واسفنجي ومورق جدا، والشوكولاته سايحه وجميل جدا. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، وباي باي في فيديو جديد.